قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. صلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم مع ويلارد واللي بيكون عايش مع والدته العجوزة ووالده متوفي، وبيكون ويلارد في الماركت بيشتري سم فران لأن والدته عندها فوبيا من الفئران. وبعد ما بيرجع بتسأله والدته إيه اللي أخرك كده، وقبل ما يرد عليها بتقوله أتمنى إنك ما تكونش نسيت سم الفئران لاني سمع صوتهم في كل حته. فبيقول لها ما تقلقش لانه جابه، وبعدها بينيمها وبينزل البدروم وبيحط المصايد اللي جابها والسم. وتاني يوم بيروح شغله، ولما بيوصل بيلاقي واحده تانية قاعده على مكتبه، فبيتضايق جدا. وفي الوقت ده بتيجي سكرتيرة المدير وبتقوله ان المدير عايزه في مكتبه. ولما بيوصل بيقوله المدير ان دي اللي هتاخد مكانك مؤقتا، وده لان في شغل كتير متراكم عليه بسبب تاخيره. وبيكمل وبيقوله انه فاشل وبيجي متاخر على عكس ابوه اللي بنى الشركة وكان ناجح جدا في شغله، وانه مستحمله بس علشان ابوه. وبيهدده انه لو ما التزمش بمواعيد الشغل هيضطر يطرده. فبيرد ويلارد وبيقول ان والدته مريضة وانه بيتأخر علشان بيراعيها. فبيرد المدير وبيقول له انه عارفه وده السبب الوحيد اللي مخليه مستحمله لحد دلوقتي، وعشان كده طول ما والدته عايشه هو ليه مكان هنا في الشغل. وبيكمل وبيقول له انه لازم يلاقي طريقه يوفر بيها الراحه لوالدته، وده مش هيتم الا لو باع البيت اللي هم فيه. فبيرفض ويلارد وبيحاول يخرج من عند المدير، وقبل ما يخرج بيقول له المدير انه عامل امه شماعه عشان يعلق عليها فشله، وانه بيحب البيت اللي كله فران ومش مهتم بصحه والدته. وبيرجع ويلارد البيت وهو متعصب، وبعد ما بينزل على البدروم وهناك بيلاقي فيه فار في المصيدة اللي سابها، وبيصعب عليه الفار فبيقرر يحرره وبيسميه سقراط، وبعدها بيأكله وبيرجع البدروم مرة تانية. لكن الفار ما بيسيبوش، ومن هنا بيقرر ويلارد ان الفار ده هيبقى صديقه. وبعدها بيدي للفار ورقة جورنال وبيقول له يقطعها، والغريبة ان الفار بيسمع كلامه. وتاني يوم بيروح الشغل متأخر كالعادة، وهناك بيلاقي المدير مستنيه قدام باب الاسانسير وبيوبخه بسبب تأخيره، وبيرفض يفتح له باب الاسانسير لحد ما بتيجي زميلته الجديدة وبتفتح له الباب. وبيخلص وبيرجع على البيت وبينزل البدروم، وهناك بيلاقي فار كبير بيقطع في كاوتش عربية وبيقرر يسميه بان. وبعدها بيأكل كل الفئران اللي في البدروم، ومن هنا بتبدأ كل الفئران اللي في البدروم تسمع كلامه. وتاني يوم بيروح الشغل، وكالعادة المدير بيهزقه على التأخير وبيقوله انه متأخر الشهر ده ساعات تعادل اسبوع كامل وبيخصمهم عليه. فبيرجع ويلارد البيت وهو متعصب وبيقرر ينتقم من المدير. فبياخد كل الفئران في شنطتين وبيروح على بيت المدير، وبيخلي الفئران تاكل الباب وبيدخلوا الجراج بتاع البيت، وهناك بيأمرهم ياكلوا كاوتشات العربية. وبالفعل بتسمع الفئران كلامه وبيعملوا كده، ولما بيحس المدير بيهم بياخدهم في الشنط تاني وبيهرب من المكان فورا. وبيطاردوا كلب المدير فبيحطه جوه شنطة من الشنط، وبمجرد ما بيخرجوا بيهرب الكلب فورا من المكان. وبعدها بيرجع ويلارد على البيت وبيكون مبسوط جدا من الفئران وبيجيب لهم اكل، وبيبدأ عدد الفئران يكبر بشكل كبير. وتاني يوم بيروح الشغل كالعادة، لكنه بيلاقي المدير هو اللي متأخر المرة دي، وبيضحك كل الموظفين على اللي حصل في المدير، وبيكون ويلارد مبسوط باللي حصل له. وبعدها بيرجع البيت وبيجمع الفئران وبيقول لهم ان سقراط هو مدير الفئران وان بين من بعده، وبيكون بيفضل سقراط على بين لدرجة انه بينيمه معاه في السرير، وتاني يوم بياخده معاه على الشغل. ولما بيرجع بيلاقيه وبيجي ينام بيلاقي بين على السرير وبيبصله بنظرة كلها تحدي، فبيشيله من ديله وبيرميه في البدروم. وتاني يوم بيلاقي امه واقعه على السلم والفئران حواليها في كل مكان بعد ما اكلوا كل حاجه ممكن تتاكل في البيت. ولما بيبص بيلاقي بين بيبصله بنظره كلها غضب، ومعنى كده ان بين هو السبب في كل ده. ومن هنا بنعرف ان والدته ماتت علشان كان عندها فوبيا من الفئران. وبعدها بيودع والدته وبيتاسف لها لانه ما كانش يقصد، الا انه حب سقراط وهو صديقه الوحيد، ومن بعده ملوش اصدقاء تاني. وفي الوقت ده بتدخل كاسرين وبيبان انها متعاطفه معاه وبتقوله انه من دلوقتي عنده صديقه جديده. وفي اثناء كلامهم بيدخل عليهم المحامي الخاص بالعيله وبيقول لويلارد ان ابوه وامه ما سددوش الديون اللي عليهم للمدير، وبما ان امه ماتت فكده المدير هياخد منه البيت او البنك زي ما يحب.
فبيتعصب ويلارد وبيقول له ان هو ملوش علاقه بديون ابوه، فبيحاول المحامي يهديه وبيقول له انه هياخد فلوس الفرق اللي بين الديون وتمن البيت. فبيقول له ويلارد انه مش عاوز فلوس، فبيطلب منه المحامي يفكر وبيسيب له الكارت بتاعه. وتاني يوم بتجيله زميلته في الشغل وبتحاول تواسيه على فقدان امه، وبتديله قطه هديه، وبيكون ويلارد مش عاوز ياخد القطه ولا عاوز يدخلها البيت لان الفئران بتكون ماليه البيت، لكن صديقته بتفضل تضغط عليه وفي النهايه بياخد القطه وبيدخلها البيت وبيروح على الشغل. وهنا بتبدا الفئران تهاجم القطه، ولما بيرجع من الشغل بيفضل يقلب متعلقات ابوه وامه وهو حزين على فقدانهم، وبيلاحظ ان بين بيراقبه لكنه بيعمل انه مش واخد باله، فبياخد حديده معاه وبيروح علشان ينام. ولما بيشوف بين بيحاول يضربه لكنه بيقدر يهرب منه، وبيدخل في فتحه في الحيطه فبيسدها وبيسد كل الفتحات اللي في الحيطه وبينام. ولما بيصحى تاني يوم بيتصدم وده لانه بيلاقي بين قاعد قدامه على السرير، فبيروح وبيشوف الفتحه اللي سدها، والغريبه انه بيلاقيها مسدوده، فبيتجاهل الموضوع وبيجهز نفسه علشان يروح الشغل. ولما بيفتح شنطته بيلاقي فيها بين، فبيقرر ياخده معاه بعد ما بيلاقي ان سقراط قبل انه يدخل معاه الشنطه. وبيروح الشغل وهناك بيسيبهم هما الاتنين في المخزن، وبيروح على مكتبه وهناك بيلاقي بريد على المكتب بيقول له ان البيت ما بقاش بتاعه وان البنك حجز عليه لصالح المدير. فبيتعصب وبيروح للمدير وهناك بيقول له المدير ان اللي كان مصبرني عليك هي والدتك وخلاص دلوقتي ماتت. وبيكمل وبيقول له يجهز نفسه لانه قريب هيترفد من الشغل كمان وهياخد منه بيته. وبيفقد ويلر اعصابه وبيقول له ان الشركه باسم والده وهو اللي بناها. فبيرد المدير وبيقول له وهو والدك مات وانا اللي وقفت الشركه على رجليها تاني من بعده وكل حاجه بقت باسمي، وبيهدده انه لو ما سابش البيت هيخليه يسيبه بالقوه. وفي اثناء كلامهم بتصرخ واحده من الموظفين واللي بتكون خايفه بعد ما شافت سقراط في المخزن، فبيروح المدير على المخزن وبيخلص عليه وهو مبسوط، ده على عكس ويلارد اللي بيكون حزين جدا ومتعصب من المدير اللي اخد منه كل حاجه وخلص كمان على صديقه الوحيد. وفي الوقت ده بيكون بين شايف كل اللي حصل، وبعدها بيقرر ويلارد ينتقم من المدير. وبعد الشغل بياخد كل الفئران في وقت متأخر وبيروح على مكان المدير، وبتبدأ الفئران تهاجمه، فبيحاول المدير يهرب منهم لحد ما بيوصل لمكان الأسانسير وهناك بتحاصروا الفئران جوه. وفي الوقت ده بيجي ويلارد وبيقفل عليه الأسانسير وبيودعه هو وبين. وفي الوقت ده بيبص بين لويلارد بنظرة كلها غضب لأنه سابه. وبعدها بيرجع ويلارد على البيت وبيجيب أكل للفئران اللي باقية في البيت وبيجمعهم في مكان واحد البدروم وبيقفل عليهم، وبعدها بيرمي عليهم مبيد وبيخلص منهم وبيأمن البيت وبيقفله من كل ناحية وبيملاه بالفخاخ بتاعت الفئران. وتاني يوم بيصحى على صوت الباب وهو بيخبط، فبيروح عشان يفتح وهناك بيلاقي كاثرين وهي بتبلغه باللي حصل للمدير وبتقوله ان كلهم مدعوين للعزاء. وقبل ما يخرج بيلاقي ان الجاكيتة بتاعته عليها دم، فبيقول لها انه هيغير هدومه بسرعة وهيجي. وفي الوقت ده بتدخل كاثرين البيت وبتروح الحمام من غير ما يعرف وبتشيل اللزق اللي كان على قاعدة الحمام، وبمجرد ما بتخرج بتبدأ الفئران تخرج بكميات كبيرة من قاعدة الحمام. وفي الوقت ده بيكون ويلارد لبس ونازل وبيتصدم لما بيشوفها وهي خارجة من الحمام، فبياخدها وبيخرج فورا من البيت. وقبل ما يركبوا العربية بتلاحظ كاثرين ان الكاوتش بايظ وبيتأكد ويلارد ان الفئران هي اللي عملت كده. وفي الوقت ده بيلاقي افراد الشرطة وهم بيقربوا ناحيته، فبيقول لكاثرين تركب العربية وهو هيعمل تليفون وهيرجع. وبعدها بيدخل البيت وهناك بيسمع صوت ناحية المدخنة، فبياخد آلة حادة وبيروح علشان يشوف مصدر الصوت. وبمجرد ما بيقرب بتنزل الفئران من المدخنة بكميات رهيبة وبتبدأ تطارده، فبيحاول يهرب منهم وبيدخل جوه أوضة وبيقفل عليه. وفي الوقت ده بتسمع كاثرين صوت هي الشرطة وبيحاولوا يفتحوا الباب أو يدخلوا من أي ناحية، وبيفضل ويلارد يهرب من الفئران لكن الفئران بتاكل أي حاجة بتيجي قدامها لحد ما بيحاصروا ويلارد. وهنا بيحاول يعتذر لبين وهو بيقول له انه يقدر يلاقي 1000 مكان يعيش فيه لكن هو ما عندوش مكان الا هنا. وفي الوقت ده بتكون الشرطة سمع كل حاجة وبتسمعه وهو بيقول للفار انهم قتلوا المدير مع بعض. ولحظة بيسكت الفار وبيبطل يهاجمه لحد ما ويلارد بيطلع فخاخ الفئران من الدرج وبيرميه على بين. وفي الوقت ده بتكون الشرطة قررت تستدعي قسم المبيدات وبتسمعهم كاثرين وبتتأكد ان ويلارد هو اللي قتل المدير. وفي حتة تانية بيحاول ويلارد يهرب من الفئران لحد ما بيوصل لشباك مقفول وبيشوف كاثرين فبيطلب منها المساعدة، لكن كاثرين بتكون مصدومة من اللي سمعته وبعدها بيفضل يهرب منهم لحد
لحد ما بيجي قسم المبيدات وبيتم القبض على ويلارد. وفي اخر الفيلم بنشوف ويلارد في السجن بعد ما لقى فار شبه سقراط، وبينتهي الفيلم. يا ريت بقى لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.